ها يلا بينا. يلا بينا الفيديو اللي وعدتكم بيه، ارخص عربية مستوردة تتركب في مصر، يعني من البداية كده. دي اللي اقدر اركبها، دي اقدر اعتمد عليها واقدر اركبها واقدر ادفع سعر كويس جدا على الاحوال اللي احنا بنمر بيها اليومين دول واتبسط. تعال نبص، يلا يلا بينا. تعال اتفضل 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 معايا اتفضل. هي يا سيدي الجي اس 2 جي اس 2 من جاك، بافضل سعر في السوق دلوقتي. افضل سعر عربيه تقدر تركبها في الرينج ده. اقول لكم طبعا السعر في الاخر، تمام؟ نبص عليها بصه كده سريعا. عايز اقول لكم بقى على المميزات بتاعه العربيه دي. طبعا عربيه مستورده بالكامل. انا طبعا مدورها ومشغل التكييف، فتلاقي الصوت عالي شويه لان طبعا الجو حر، عشان لما ندخل نتكلم جوه نلاقي الدنيا تمام بدل السليق اللي احنا عايشين فيه ده. ماشي يا سيدي. العربيه دي فيها اضاءه ال اي دي زي ما احنا شايفين قدام. معرفش واضحه في الكاميرا بالنهار كده ولا لا. تمام، هي واضحه، انا شايفها بعيني، بس معرفش الكاميرا موضحاها ولا لا. نفس الكلام الخلفيه ال اي دي، الاشارات المرايات ال اي دي، الفوج لايت ده تمام. وفيها عايز اقول لك قبل ما نتكلم في اي حاجه ان العربيه دي فيها الاوبشن بتاع الستيرنج اوتوماتيك لايتنج، وده اللي هو عباره عن الفوج لايت بيتحرك مع بيشتغل مع العجل. لو انت داخل يمين الفوج لايت اليمين بيشتغل، لو انت داخل شمال الفوج لايت الشمال بيشتغل. وده نوع من انواع السيفتي عشان ينور لك الاتجاه اللي انت رايح فيه. تمام. لو بصينا من ورا هنلاقي الاضاءه ال اي دي اللي قلنا عليها. تصميم العربيه يا جماعه من ورا شيك جدا وجميل جدا. والعربيه دي عموما بقى لها سنين في السوق، تمام، وجت اخر سنتين ثلاثه يعني ما بقتش تنزل، وجت تاني بموديل 24. تعالوا نتكلم من جوه العربيه. هنخرج تاني بره نبص على كام حاجه، بس تعالوا نكمل كلامنا من جوه. طيب دخلنا من جوه. عايز اقول لك ان التكييف عالمي فوق العالمي كمان. انا قاعد بره، الجو حر جدا، وقاعد انا بره بصور وخدت كام شوت كده للعربيه وبتاع. العربيه واقفه اصلا في الشمس، وبعدين جيت دورتها في الاخر ورحت معلي التكييف على اعلى حاجه. انا مبسوط من اداء التكييف ده بصراحه، يعني تكييف ممتاز. طيب العربيه يا جماعه بتنزل بموتور 1500 سي سي تنفس طبيعي، موتور محترم جدا، متجرب في عربيات كتير ومعروف ومهروس وزي الفل وتمام. الموتور ده بيطلع 111 هورس باور، متوصل بالفتيس السي في تي اللي في اللذيذ. الدنيا تمام مع الفتيس ده، ما فيهوش اي حاجه، والناس تمام، وتجربه القياده تمام. انا لما جربت العربيه دي اتبسطت منها، ولكن طبعا كعاده اي عربيه بفتيس سي في تي الطلعه في اولها بطيئه. تمام، الطلعه في اولها بطيئه، بس بعد كده انت لما بتمشي بالعربيه انسى ولا كلمه. يعني طبعا العربيه دي حجمها محترم، حجمها جميل جدا على الموتور ده، فانسى بقى على الطريق. العربيه بصراحه ادائها كويس، بس الطلعه هي اللي ايه، بطيئه شويه. وده الطبيعي في اي عربيه فتيس سي في تي، حتى الفتيس سي في تي بيعمل نفس الحركه دي مع المواتير التربو كمان يعني. طيب ده بالنسبه مواصفه الموتور والفتيس ومواصفه الحركه بشكل عام يعني. لو جينا اتكلمنا على العربيه من بره، فزي ما قلنا ان احنا عندنا اضاءه ال اي دي اماميه وخلفيه، وعندنا جنود بمقاس 16. الجنود دي بتبقى تو تون، تمام. وعندنا حساسات خلفيه، وعندنا شاشه وكاميرا، والكاميرا دي طبعا كاميرا خلفيه. يبقى انا عندي كاميرا خلفيه وعندي حساسات خلفيه. احنا كده بنخش بقى ايه على وسائل الامان. عندنا 2 ايرباج واي بي اس واي بي دي واي اس بي. العربيه فيها ثبات الكتروني يا جماعه، العربيه فيها ثبات الكتروني، تمام. وعندي كاميرا وخلفيه وحساسات خلفيه. يبقى انا عندي 2 ايرباج واي بي اس واي بي دي واي اس بي وكاميرا وحساسات زي الفل. الدنيا تمام بالنسبه لوسائل الامان في الحجم ده. وعندي كمان كروز كنترول، مثبت سرعه، وعندي تحكم في الطاره. تمام قوي، انا مبسوط يعني. تمام. طيب هكلمك بقى عن وضعيه الجلوس. انا قاعد كده يا سيدي، انا قاعد كده اهو، تمام. انا طويل زي ما انتم عارفين، انا قاعد متكيف مبسوط. انا طبعا مرجع الكرسي على الاخر، اللي هيقعد ورايا هيقعد متضايق شويه، تمام. ولكن يعني مش شرط بقى خلاص اللي ورايا المهم انا ايه، المهم انا اقعد متكيف يعني. انا عن نفسي عشان انا طويل برجع الكرسي لورا. انت مش شرط هتعمل كده يعني.
تمام يا سيدي. لو جينا اتكلمنا عن الشاشه العظيمه اللي قدامنا دي، الشاشه دي بمقاس 9 بوصه، حجم لطيف، بتدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو يا سيدي. والله ابل كار بلاي واندرويد اوتو في السعر ده عادي. تمام. طبعا انا هو طبعا انا مش موصل حاجه، بس انا بوريك الايه، ادي الاوبشن، ابل كار بلاي واندرويد اوتو. تمام. وعندي طبعا الكاميرا الخلفيه اللي بالمناسبه جودتها يعني عارف ان هي ما تكونش افضل حاجه، بس ركز معايا احنا بكام بنتكلم، في عربيه بكام. تمام. التكييف زي ما قلنا ممتاز ممتاز فوق الممتاز كمان. ده منظر العدادات كده، عدادات لطيفه بسيطه، كل البيانات اللي انت محتاجها واضحه، فيها ديجيتال كمان، الجزء الديجيتال بتاعها اللي هو في النص ده بيجيب لك بقى التريب بقى، لو عايز تظبط بقى عداد رحلات، عايز تعرف بيانات عن العربيه، الكلام ده كله موجود. تمام. الخامات المستخدمه يا جماعه ممتازه. انا عندي هنا، احط ايدي هنا الاقي جلد. تمام. الطابلو هنا يا جماعه كل ده جلد 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 جلد. الطاره جلد. تمام. طبعا انت هتتفرج وتقول لي يا عم ما هو موجود في عربيه. يا عم ما انا عارف، انا بكلمك بكام بكام، انا بتكلم في سعر. العربيه دي عليها عرض لفتره محدوده، فركز معايا وانا بتكلم ان انا بتكلم في سعر. وعندي هنا تطعيمات كده زي الكربون فايبر. تمام. واخده كده الابواب كلها، شكلها لطيف يعني. طيب الاضاءه، اضاءه الصالون عاديه خالص، اللي هي الهالوجين الصفراء العاديه، ولطيفه برضو، اضاءه كويسه بالليل بتنور كويس. استكمالا لموضوع الخامات، فالفرش اللي انا قاعد عليه يا جماعه هو فرش جلد بالكامل. العربيه كلها مطعمه فرش جلد ومجهزه فرش جلد، وعفوا يعني مطعم، انا كنت عايز اقول كلمه مطعمه دي، مطعم بخياطه حمراء كده لذيذه حوالين العربيه كلها من جوه. يعني عندك الفرش نفس الكلام. بص التطعيمات، انا طبعا مش عايز اشيل الكيس ده عشان دي عربيه زيرو. الفاره نفس الكلام عندي، تطعيمات حمراء. الابواب تمام. لا اظبط نفسك كده، فوكس معايا كده يا عم ايفون انت. تمام. طيب فالدنيا تمام في الخامات الداخليه وفي الفرش. انا يا جماعه نسيت اقول حاجه عن وسائل الامان. في حاجه زياده، ان العربيه فيها هيل ستارت يا جماعه. هيل ستارت، نظام التحكم في الصعود للمرتفعات، حاجه جميله. تمام. واحد طبعا يجي يقول لي يا عمي على الحجم الجميل ده اكيد الشنطه يعني ما فيش شنطه خالص. اقول له لا، انت ايه يا عم، انا برضه هجيب لك عربيه بالسعر ده بدون حجم حموله محترم. العربيه بالرغم من ان حجمها هاتشباك، الا ان العربيه حجم الشنطه 450 لتر. جماعه ده حجم عملاق بالنسبه للعربيات دي. في عربيات سيدان وربنا ما في الحجم ده فيها، اصغر من كده. عايز اقول لك ان في عربيات كروس اوفر ما فيهاش 450 لتر. لو جيت تكلمني انا عن رايي، ده الترشيح رقم واحد بالسعر اللي بنتكلم بيه النهارده، وان ما فيش عربيه مستورده محترمه اقدر اركبها واتبسط واخد الاوبشنز دي كلها، واخد الوكيل يا جماعه مين؟ الاسراو جروب. وكيل محترم، وكيل جاك، وكيل سيتروين، وكيل جيتور. فوكيل كويس موفر مراكز خدمه على مستوى الجمهوريه، وقطع الغيار محترمه ورخيصه، ارخص من المنافسين. تمام. فلو جيت تسالني، ده الترشيح رقم واحد بالنسبه لي، خصوصا فتره الضمان. العربيه دي ضمانها 6 سنين او 150 الف كيلو. مين الوكيل اللي مديك فتره الضمان دي بالسعر ده؟ طبعا اي حاجه بتكلم فيها دخل السعر في الموضوع. تمام يا سيدي. الخامات دي، الطرى الجلد، الخامات الجلد اللي حواليا في كل حته، انا مبسوط من العربيه. زي ما قلت لك، العربيه دي مش عربيه جديده على السوق. قطع غيار على فكره موجوده بره الوكيل كمان، موجوده عند تجار وليها ملاك العربيه من سنين السنين. هي بس اخر سنتين ثلاثه كانت ما بتنزلش، ورجع الوكيل نزلها واهتم بيها وموفر عرض الله ينور بصراحه. طبعا العربيه متوفره دلوقتي بجميع الوانها، هي بتنزل فئه واحده فيها كل اللي قلنا عليه، متوفره بجميع الوانها في اوتو سمير ريان، الموزع الرسمي للاسراوي جروب. انا كده يعني مش عايز اطول عليك، يعتبر خلصت، لان احنا ما فيش كلام كتير نقوله. طبعا السعر ده سعر الفتره محدوده، وارد ينتهي في اي لحظه. احنا بنصور النهارده
يعني الفيديو ده عقبال ما ينزل هينزل يوم الجمعة 5 يوليو، فوارد ينتهي في أي لحظة. فالفرصة جميلة واغتنم الفرصة بجد. عربية تحفة 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 تحفة، تستحق الشراء. لو معاك وبتدور على حاجة في الرينج ده لولادك، حد داخل الجامعة، لو انت بنت وعايزة عربية، لو انت ام وبتوصلي ولادك المدارس، لو انت نفسك عندك أسرة لطيفة بسيطة تركب تتبسط، توكل على الله، ما تترددش لحظة. السعر ده مش هيتكرر تاني بجد، تمام؟ خصوصا انه سعر الفترة محدودة. يلا، كان معاكم محمد الباشا، سلام.